الله الله على الروايح، شامين ولا لأ؟ لما تبقي كده محتارة تغدي ضيوفك ايه ونفسك في أكلة لذيذة تشرفك عليكي وعلى الكوبيبة الغمراوي، مستصعباها، خايفة تجربيها أو نفسك تجربيها وخايفة تفشلي فيها، أوعدك هتبقي أستاذة في الكوبيبة الغمراوي. مفيش حاجة صعبة خالص، هقولك على كل أسرار التسوية وكل أسرار عجينة الكوبيبة. يا سلام عليها كده مع شوية صوص، بجد أكلة لذيذة وتشرف. قبل ما نبتدي شجعيني بأجمل لايك، كمان ما تنسيش تشاركي الفيديو مع أصحابك. يلا نسمي بالله ونصلي على رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأول حاجة معايا هو كيلو من الرز، رز مصري نقعاه لمدة ساعة، وبعد ما نقعته هبتدي أصفيه. أنا هعمل الرز المطحون في البيت، طريقة سهلة وبسيطة ومش صعبة خالص. صفيت الرز كده في مصفى أو حتى هتحطيه على حتة قماشة كبيرة أو فوطة لغاية ما ينشف تماما. يعني أنا الصراحة عملت الحركة دي من بالليل عشان تاني يوم أشتغل في الكوبيبة. سبت الرز كده على حتة قماشة لغاية ما نشف، وتاني يوم نشف معايا كده. هبتدي دلوقتي في المطحنة بتاعة الخلاط، هطحن الرز ده وهضربه نص ضربة. يعني أنا مش هخليه دقيق، مش هخليه بودر، لا هخليه محبب شوية، وهو ده القوام المثالي بتاع الكوبيبة الغمراوي. طبعا الكباب الكوابري الرز فيه بيتعمل صحيح، الكبابي بيتعمل فيه الرز مطحون، لكن الكوبيبة الغمراوي الأصول بتاعها ان الرز فيه يبقى نص تكسيرة. وطبعا عشان تطحني الرز لازم مطحنة الخلاط، ما ينفعش الكبة، رغم ان في ناس برضو بتحب تقلب الرز مع اللحمة لو الكبة عندك قوية وتطحن كل المكونات مع بعض. بس انا شايفة ان طحن الرز الاول هيسهل عليكي العملية جدا. نزلت على طول على كيلو الرز بنص كيلو لحمة مفرومة، وعليهم حطيت بصلتين مبشورين، بصلتين حجم وسط، كمان معلقة كبيرة من الثوم المهروس أو حتى 6-7 فصوص من الثوم الصحيح. دلوقتي بقى الخضرة بتاعت الكوبيبة بتكون عبارة عن بقدونس، كزبرة خضراء، وشبت، بس نسبة الشبت بتكون أقل من باقي الخضرة. بس طبعا الخضرة بتدي طبعا للكوبيبة طعم وريحة مفيش بعد كده. قطعنا على طول الخضرة بتاعتنا. هحط بقى التوابل بتاعت الكوبيبة، ودي اختيارات شخصية. أنا بحب أحط فلفل أسود، أحط كزبرة ناشفة، معلقة من بهارات الكفتة بتديها طعم حلو، كمان معلقة من ال11 بهار، معلقة من الكمون، وهظبط بقى الملح، هتاخد حوالي معلقة ملح كبيرة، وهبتدي بقى أعجن كل المكونات مع بعض. طبعا هتحسي كل حاجة مفرولة تحت ايدك، مفيش حاجة اتجمعت. ويفضل طبعا حتة اللحمة بتاعتك تبقى ملبسة. يعني انا جربت اعملها بلحمة حمراء قوي ولحمة ملبسة عجبتني، اللي بيبقى فيها دهون كتير. كمان انا بضيف لها حتة دهنة زيادة وهوريكي عملتها ازاي. في الكبة بقى ابتديت افرم شوية بشوية كده. طبعا الخطوة دي سهلة لاني اصلا طحنة الرز، فالكوبيبة هتتلم معايا هوا، غير اما تحطي الرز صحيح كده هيعذبك شوية في الطحن في الكبة، لازم كبة قوية. وبالنسبة لكمية الخضرة يا جماعة اختيارية، كل ما كترتي الخضرة هتحسي الكوبيبة خضرة معاكي. انا بحب احط كده نص حزمة من كل حاجة ما عدا الشبت، بس ربع حزمة. شايفين كده الكوبيبة اتسمغت وبقت 100 100، ما تقلقيش خالص، ناقص بس كده مكون واحد، وده اللي هيمنع الكوبيبة انها تفك وهيسمغ لي اللحمه كويس. بس اهم حاجه زي ما اتفقنا تسمغيها لغايه اما تبقى عجينه بالشكل ده. شايفه الرز محبب فيها ازاي؟ لان احنا عاملينه نص طحنه. المكون بقى اللي بقولك عليه هو ربع معلقه صغيره من الكربوناتو، لازم تحطي كربوناتو. كمان انا نزلت كده بحته ليا ضاني انا مسيحاها عشان تدي نفس حلو للكوبيبه. الله الله الله، بجد اديتها طعم حلو قوي. ما بتحبيش الضاني خلاص بلاش منها، اكتفي بالدهون اللي موجوده باللحمه المفرومه. هقلب بقى كويس جدا جدا. يلا بقى كده معانا كيلو من اللحمه. انا هعمل النهارده الكوبيبه بقطع اللحمه عشان هنعمل عليها النهارده احلى عزومه لضيوفنا بالف هنا وشفا. ما شاء الله انا مختاره كده حته لحمه من الكتف، وابتديت اقطعها انا في البيت، وحابه ان انا احط اللحمه مع الكوبيبه عشان تاخد من طعم بعض. اضافه اللحمه للكوبيبه فعلا بتدي طعم حلو قوي، كمان لحته اللحمه وكمان للكوبيبه. ابتديت اقطعها كده لقطع صغيره. تعالي بقى نشوف هنعمل اللحمه دي ازاي ونشوحها ونعمل احلى شوربه. انا هسوي اللحمه في حله الضغط لاني مستعجله. هحط كده معلقه كبيره من السمنه، وهبتدي انزل بالخضار، البصل، الطماطم، الجزر، وهديهم تشويحه في معلقه السمنه، معلقه سمنه مش اكتر من كده. بعدين على طول هنزل باللحمه وهفضل اشوح فيها. بصي بقى انك تعملي الحركه دي هتاكلي احلى حته لحمه وهتاكلي احلى شويه شوربه. بجد يا جماعه لازم تشوحوا اللحمه. اولا المسام بتاعتها كده بتتغلف وبتفضل طريه من جوه، مهما سلقتيها مش هتنشف خالص.
هحط كمان شويه فلفل اسود، شويه مستكه لو فيه، وكمان شويه ورق لورا، ومش اكتر من كده. هشوح بقى كويس كويس لغايه اما اللحمه كده تتحول من اللون الاحمر للون البني الفاتح، وهننزل على طول بالميه المغليه وهنعمل احلى شوربه. واللحمه في حله الضغط بتاخد نص ساعه بس من اول ما الصفاره تلف، لاني طبعا مستعجله استخدمت حله الضغط، لكن لو اللحمه كبيره ممكن تاخد ساعه. وطبعا اشتغلي في البيت بالحله العاديه مفيش مشكله. وحطيت برضو الملح بتاع الشوربه لاني طبعا مستخدمه حله الضغط. يلا بقى كده نجيب الكوبيبه، اللهم بارك، ونبتدي نقرصها. بصي بقى، الكوبيبه الغمراوي عشان تطلع حلوه لازم تبقى رقيقه، يعني كل ما رققتيها كل ما كانت النتيجه احسن. ليه؟ لانها هتستوي في شوربه وبالتالي هتنفخ، فالرزايه هتكبر واللحمه هتكش فهتلاقيها تخنت. عشان كده بفضل اعملها قراص كبيره وقراص كمان تكون رفيعه. كتر خيرها سلفتي، يعني احب اشكرها، قعدت انا وهي عملناها في ثواني وانجزناها على طول بالف هنا وشفا للي كل. الصراحه عجبتهم كلهم، واكله مشبعه جدا، حتى مش شرط لحمه، يعني هي لوحدها كده اكله متكامله، يعني ما ينفعش تعملي جنبها اي حاجه لانها مشبعه جدا، فيها الرز، فيها البروتين، فيها الخضار، بجد لذيذه لاقصى درجه. اخت جوزي بقى كانت نفسها تاكلها جدا وفعلا عجبتها، بالف هنا وشفا عليهم. اهم حاجه زي ما قلت لك كده تساوي الاطراف برضو، ما تسيبيش الاطراف كده مفرغه او فيها تشققات، حاولي تلميها بايدك على قد ما تقدري. واللهم بارك بتديكي كميه كبيره، احنا عاملين كيلو رز على نص كيلو لحمه. وطبعا وانتي شغاله برضو على قد ما تقدري تحاولي تخلي حجم الاقراص كلها حجم واحد. يلا بقى نشوف تسويه الكوبيبه الغمراوي. معلقه صغيره سمنه، ونزلت كده ب3 طماطمات حجم وسط مبشوره بدون قشر. هنزل عليها كده بمعلقه صغيره من الفلفل الاسود، وتشويحه كده خفيفه للطماطم المبشوره. هنزل على طول بالشوربه، ولازم تكون شوربه دسمه. الصراحه انا كان عندي شوربه من بتاعه الفراخ الحدائق فاستخدمتها. كمان خدت الوش بتاع شوربه اللحمه عشان بيبقى فيه دسم، انتوا عارفين شوربه اللحمه بتبقى خفيفه شويه، فاستعنت بشوربه الفراخ العتائي او شوربه البط. وطبعا اهلنا في ميت غمر بيعملوها اساسي كده مع البط وشوربه البط، يعني يكون عندك كده شويه شوربه حلوه عشان تاخدي احلى طعم للكوبيبه. زي ما انت شايفه كده بنزل كل اقراص الكوبيبه في الشوربه. انا عارفه في ناس ما بتحبش اضافه طماطم وبيسووا الكوبيبه في شوربه ساده، بس اضافه الطماطمايه اولا بتديني صوص حلو وبتديني لون حلو للكوبيبه والشوربه محمر شويه كده. يلا بقى هنقفل عليها، هي هتقعد حوالي كده 30 دقيقه وعلى نار وسط، ما بهديش النار، بوارب بس كده غطا الحله عشان البخار على طول يخرج وتستوي. كمان زي ما شفتي كده حطيت اللحمه في اخر 10 دقايق عشان تتشرب من طعم الصوص وكمان تتشرب من طعم الكوبيبه. اهم حاجه بس كل شويه تهزي الحله على البوتاجاز عشان تتاكدي ان الكوبيبه ما لزقتش من تحت. كمان تكوني ضايفه كميه شوربه كويسه مغطيه سطح الكوبيبه، انا ما بحبش انشف عليها، بحب اسيب فيها طبعا شويه صوص من تحت، ما الكوبيبه ما تحلاش طبعا غير بالصوص بتاعها. نسيت اقول لك بقى على معلومه مهمه جدا جدا، بعد ما تشكلي اقراص الكوبيبه وهي عجينه كده سيبيها ترتاح نص ساعه في التلاجة قبل ما تنزليها في الشوربه، استحاله تفك منك وما تخافيش. والله حتى انا ساعات ما بحطهاش في التلاجة وبشتغل فيها على طول، وان شاء الله مش هتفك عمرها طول ما انت حاطه الكربونات ومسمغه كل المكونات صح. احلى كوبيبه بالف هنا وشفا. ام ريانه بقى تستاهل منك اجمل لايك ولا لا؟ بحبكم في الله، ما تنسيش الاشتراك في القناه، متابعه لصفحه الفيسبوك، هسيبلك اللينك في صندوق الوصف. حبايب قلبي تعليقاتكم الايجابيه بتشجعني كتير، اتمنى ان شاء الله تنفذوا الوصفه وتعجبكم. كان معاكي شيماء محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.